فلذلك يقول طلب العلم جنة ومذاكرته تسبيح. الإمام الباقر يقول ومذاكرته تسبيح. هذا جماعة قاعدين سلطة مطلب علمي بالعقائد، بالتفسير، بالأخلاق، بالفقه، بالفكر الإسلامي، يعني تاريخ كذا سيرة. يقول هذا مجرد كلامهم، هذا يقرأ وهذا يناقش وهذا ياخذ وهذا ياخذ، هذا تسبيح، كأنما قاعدين يسبحون لله بهالدرجة، يعني بهالدرجة العلم. والإمام الباقر عليه السلام تحدث في كل المعارف، كل المعارف تحدث، وخصوصا في التوحيد والإمامة. الإمام الباقر يعني هو اللي أسس مدرسة الإمام الصادق بالمناسبة. يعني الإمام الباقر هو اللي بنى الأساس مال المدرسة. اجى الإمام الصادق صعد البنيان. في الكوفة في المدينة عفوا كان الإمام الباقر عنده مدرسة، كان يدرس العلوم وكل العلوم كان يدرس. يعني الغريب أنت لما تقرأ في مثلا مسند الإمام الباقر عليه السلام أو الكتب اللي تكلمت عن الإمام الباقر، تلقى الإمام الباقر بيتكلم بالفلك وبالطب وبالتشريح وبالفقه وبالعقائد وبالأصول وبالفلسفة، كل متكلم به الإمام الباقر عليه السلام. مدرسة متكاملة، والناس كانت تقصد من كل المذاهب وتحضر إلى درسه. والإمام الباقر عليه السلام يعني أكثر الناس اللي يشرح المطالب التوحيدية للأئمة اللي قبله. مثل ايش؟ مثلا الإمام عليه السلام في نهج البلاغة حين يتحدث عن التوحيد يقول التوحيد أن لا تتوهموا. التوحيد أن لا تتوهموا. ايش يعني معناها؟ معناها لا تخلي بوحدك. هذه وحدها يمكن شوية تقعد. يجي الإمام الباقر عليه السلام يشرح هذا المطلب. شنو التوحيد أن لا تتوهموا؟ يطب عليه واحد يقول له شنو التوحيد لا تتوهموا؟ فيقول عليه السلام كل ما، هذا كلام الإمام الباقر يشرح بكلام الإمام الصادق الإمام علي، كل ما ميزتموه بأذهانكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. يعني شنو؟ صار شنو يعني؟ شوفوا يا إخواني، هذا قبل لا أشرحها، أنت من تقرأ تراث أهل البيت من رسول الله لصاحب الزمن كل رواياته ايش قد؟ 400,000 رواية، 500,000 رواية، ايش قد؟ تلك عدد كبير من عندها هو على الله. شوف بس ركزوا وياي، هذه هي مسألة كلش مهمة. من تقرأ تراث أهل البيت أدعيتهم مع الله. الأدعية هي عبارة عن معارف يبينون بها أسرار التوحيد وأسرار العبودية مع الله. تروح الخطبهم تلقاها أغلبها على الله، جمال الله، جلال الله، قدرة الله، علم الله، حاكمية الله، قيوم، الكلام على الله، الكلام على الله. من تجي زياراتهم هم يزورون بعضهم يسولفون عن علاقة هذا الإمام الجاي يزورون مع الله. شوف تسولف وياهم عن أخلاق، يسولفون لك آلاف الروايات شلون تصير زين ويا الله. يعني ما يطلعون من هالدائرة. ليش؟ الموحدين احنا في زماننا صارت الغربة. ليش؟ في زماننا صارت الغربة لأن الشيطان شاطر، فخلى الإنسان اللي يسولف على الله وكمال الله وحب الله وجمال الله وجلال الله هذا يعني شوية دير بالكم من عنده. ليش؟ هذا مو مهم على أي حال. ليش؟ لأن هي سالفة تروح من البداية كل الأنبياء يسولفون عنهم. رجعوا له 124,000 نبي شغلهم شنو؟ شغلهم رجعوا له. الأئمة كلهم شغلهم كذا، كلهم رجعوا لله. حتى الحسين من طلع قال ترى رايح لله. فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. الذي يروح لله خليه يجوا. باختصار شديد يعني ما يبغى اتفلسف واتفيهق واتشدق وادفع على ذولا واخر ذولا بيشكلوا. انا عندي محمد وال محمد بيشكلوا البقيه. ما تقدر. هو هذول محمد وال محمد على الله.
يرجع لنا. ما هو ذنبي إن لم يعلمني الأستاذ غير الألف الذي في قامة الحبيب. هي السلف. ولذلك من كانت الناس تعيب عليهم الإمام علي سلام الله عليه كان وين ما يمشي يقرأ سورة التوحيد، يقرأ بس التوحيد. التوحيد يعني كلام على الله. يقول الناس ملوا منك، قالوا علي بن أبي طالب ما يحفظ بالقرآن بس سورة التوحيد. ما يحفظ، لا يحفظ أكثر منه. شوف، ولذلك كانوا يعني خلاص مواصيل مرحلة مع الله عز وجل. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. هذا لسان حاله، مو لسان حالي. أنا إذا واحد شوية بودع أتكأب بالحرامات في سر فلان، ذاك المعصوم لا، منعتق متحرر ما عنده غير الله. أما أنا ومثال لا، يكون فلان يرضى وليش فلان خاف، وخاف أحكي وذاك يزعل، وخاف هذا يسجل عليه موقف، وإذا سجل عليه موقف يعبر الموقف اللي أعلى منه ولا أعلى من عنده شوية يسد الحنفية. ناس مساكين، ناس مساكين. بينما أهل البيت لا رافع لما وضعت ولا واضع لما وضعت. الإمام، خلينا نرجع لموضوعنا. أنا وين رحت؟ كنت ما طولت عليكم. توها بدأت المحاضرة الأستاذة. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو معنى هذه؟ الإمام علي يقول التوحيد لا توهمه. الإمام الباقر يشرحها يقول لا ترسم بوهمك شيء لله إذا قالوا الله.